السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدين والمشاهدات، نقدم لكم هذا اليوم برنامج من صدقك، وإن شاء الله تنتسون تنبسطون. اليوم نتكلم عن التعصب الرياضي، واستضفنا حبيبنا وأخونا إكرش. حياك الله إكرش. الله يحييك، وأنا سعيد وفخور لاستضافك برنامج من صدقك. حياك الله، وإن شاء الله يكون برنامج ناجح ونستمر إن شاء الله. أشكرك يا يوقا. نبدأ نتكلم عن التعصب الرياضي. التعصب الرياضي صار شيء في المجتمع، شيء كبير، صار في تخلف، صار في زعل، صار ليه وراء كذا وراء. يا أخي أبو حش، التعصب الرياضي إذا عجزنا نلقى له حل يا أخي، خاصة بين الأندية الكبار، بين النصر والهلال يا أخي. والله معقول قسما يا جماعة، والله أبو منطق ذا. اي والله قسم بالله الواحد يستحي شوي. لما طرت عليه الواحد قال انا نصراوي، قال انا الهلال. يا والله المجتمع قسم ما يصح الشغل ده والله. ابو حاش، انا بدري ليش العنصريه بين الهلال والنصر او يا اخي قسما بالله، يعني بو شيء نقهر، يعني بو ناس تفارقوا بسبب الكوره يعني. ايش تخلف يا جماعه؟ الحين يوم تترك خويك النادي درعك جاب خبر، وشو اللي تتركه؟ ما لي دخل. طيب انا اي وشو له؟ لا اضحك كلام. احنا ما قلنا شيء، شجع الفريق اللي تحبه ما يخالف. نعم. بس لا يزيد تعصبك. كل شيء للنادي يعني، كل شيء له حده. الله يعني ابو ناس الحين يشجعون المتعصب. الحين النادي اعطاك دراهم، اللعيبه كلهم 20 مليون 30 مليون، وانت ما يستفيد شيء. صار المعي سمع جابر سود عليه يا اخي. تعصب الرياض والله مو بحال يا جماعه. مش يا اخي شوف لك حل انت يا اخي والديك. مجد الله رد سود عليك. مجد الله يا اخي، مو منطق يا اخي. سود عليك يا اخي وش العنصريه ذي يا اخي؟ خلاص تكون من الكوره يا اخي، بو ناس تفارقوا يا اخي وقسم. سويت تحسب علي يا اخي ابو حاش، انت فاتحه برنامج ذا لازم تلقى حل يا اخي، والله العظيم مو منطق. فاصل ناخذ فاصل. دعاية ميريندا، مشروب يجيب الحمو، واكثر ما يشربون الظهر، ما عاد ايش نقيم به. لا ابوك لا ابو بنت رجع حنانك. عدنا اليكم برنامج من صدقك. عدنا ماجد سامي. ايوه هلا. يا اخي ابو حاش قسما بالله ابو لاعبين ملايين يا اخي، ايش تقول؟ انا عاد بقول لك انا يدفعوا ملايين دول، وش نقيمهم؟ نبغى داركم، وش نقيمهم؟ نبغى داركم يا اخي ملايين ابو حاش توزع على اللاعبين يا اخي، مو مساكين ضعيفين، مساكين اللي جابوه. اثبت لك ان النادي ما درى عنك. شلون تدخل الملعب بقروش وتتفرج بقروش، والنادي ما درى عنك يا اخي. ما لا تعصب ولا تعصب. قبل ان يذبح ذبيحه عشان النادي فاز. تذبح النادي ما يسوى ولا جاب خبرك بعد قلبي. اذبح يحط بثلاجة بيت وما لك يا اخي جبالنا ما نقصت. والله هو بحاله. ستي فاصل. ايوه فاصل. نواصل. كوكولا مخرط للبطن ولا انت عايش؟ النادي يجيه فلوس، اللاعبين يجيهم فلوس، اللي بالمدرج تلقى فصفص ويتفرج ويتعصب ويهوش خوياه غير فايدة. يذلك، لا تعصب. فكرش عندي نقطة بهذا الموضوع عندي نقطة. أنا جبت تشرب ما جبت تشرب مال أبوك مترجع عنك. أنت بركز معي، ركز معي. سويتها؟ إيه سويتها. ودك قبل ما وجهك، أنت ودك قبل وجهك. أنا عندي نقطة في هذا المنبر، وبقول وبنطبق المعصر. أيها المشاهدين والمشاهدات العلمون، والله مو شغل. واللي تفرقون ابو حاش بتعصبوش تيمهم. أنا ولك زين لا أبوك ما ترجع أنا أبوك مع سويتها. مت لا تعصب مت والله إني مو منافع. قسما بالله ابغى اتعصب يا اخي شيء يا اخي. الحين قلت لك جيب خبز ايش تقول؟ تقول له محل المباراة يا اخي لما انت لا حسيب بالله ذا. نحن نتكلم عن النوادي كله اتفاق الاهلي الاتحاد كله كل النوادي. لا تعصبون بس ريال ولا تعصبون يا اخي، ولا تعصبون كله. لا ابو حاش والتحاليل والبرامج، التحاليل ياخذون فلوس غير فايده، يقلب يهدون الناس وهم خرطي بزرطي. اي والله يا جماعه انا ابوكم يا مرايه للنساء تشوف مكياج
منزعجه وتبطس بوجهها وان شاء الله تطلع جميله. ما الظاهر ثلاجات يخلن الشاهي يصير حار وزينات. بدنا هذا برنامج من صدق. حياكم الله، كل يوم نتكلم عن موضوع جديد. يا سلام عليك. واشكركم ايها المشاهدين والمشاهدات على متابعتكم، ونختم هذا الفصل في هذا اليوم في برنامج من صدق. شكرا يا يوكرش. جزاك الله خير. اوه ايش الثوبي. وانتظرونا يا جماعه ان شاء الله بيجوزكم البرنامج.